الظاهره ديالنا باش القبور منتشره في العالم كامل، كيديروها يا اما باش ياخذوا شي اعضاء اللي كيستعملوها في طقوس شيطانيه، واما كيمشيو للقبور بسبب الطمع. القصه ديال اليوم كدور على واحد السيد اللي طمع حتى في الموتى باش يدير منهم لاباس، حتى لواحد النهار اللي غينبش فيه القبر الخطا وغيفتح عليه وعلى عائلته ابواب الجحيم. القصه ديالنا كدور على واحد الحارس ديال المقبره اللي غنسميوه معاذ كيسكن في داك المقبره نيت، هو ومراته وجوج ديال الاولاد، عنده ولد وبنت، ومراته غنسميوها فاطمه. هاد السيد خدام عساس وفي نفس الوقت كيحفر حتى القبوره وكيدفن الموتى. طبعا كيتخلص على هاد الشيء، ولكن ما كانش كيتخلص مزيان، وعاد راه عنده جوج ديال الاولاد، يعني القضيه قاصحه شويه. معاذ كان كيدير خدمته عادي، كيحرس المقبره من الشماكريه ومن الناس اللي كيديروا السحر والشعوذه. كانت حياته عاديه حتى لواحد النهار اللي غيلعب له الشيطان بعقله وغيعميه الطمع. جات واحد الكنازه، معاذ كيف العاده وجد القبر، المهم دفنوا داك السيده، ولكن العائله ديالها دفنوا معاها شي ذهب اللي كان باين باللي ساوي الثمن. المهم دفنوها وسالاو وكلشي مشى في حاله، وحتى معاذ رجع للدار، ولكن بقى كيفكر في الصوره ديال داك الذهب اللي تدفن مع داك السيده. علاش دفنوا مع هذاك الذهب؟ علاش ما يستغلوش هما اللي باقيين عايشين؟ المهم الشيطان بدا كيلعب له بعقله، قال دابا الا مشيت وخديت داك الذهب ما غيعاق بيا حتى حد، بعد داك الذهب ما غيضيعش، اللهم فيا انا اللي محتاج. ولكن في نفس الوقت الضمير ديالو كان كيأنبو، كيفاش انت غتمشي تنبش القبر؟ هادشي ما يبغيه لا الله لا عبدو، كيفاش حتى كتفكر تنتهك الحرمه ديال الميت؟ المهم السيد بقى مقاتل مع راسو واش غيمشي ينبش داك القبر ولا ينعل الشيطان، ولكن في التالي طمع اللي ربح. صافي معاذ تاخذ القرار ديالو، تخلي حتى يطيح الظلام، نمشي نحفر داك القبر بالسربه، ناخذ داك الذهب، ومريضنا ما عنده باس، لا عين شافت ولا قلب وجع. وفعلا فاش طاح الظلام مراته وولادو نعسوا، ولكن هو بقى متكي في بلاصتو كيتسنى يوصل الوقت. بقى هكا حتى ل3 ديال الصباح، ناض هو كيتسلت بشويه باش ما يعاق به حتى حد. المهم ناض هز داكشي اللي غيحتاج، البيل والفاس، ومشى قاصد المقبره. غادي كيتمشى في المقبره في نصاصات الليل حتى وصل للقبر ديال ديك السيده، وقف وهو مازال متردد واش يكمل ولا ينعل الشيطان ويرجع في حاله، حيت بينه وبين راسو كان عارف بلي هادشي اللي كيدير فيه غلط. المهم معاذ ورك على قلبه وبدا كيحفر، كيحفر حتى فتح داك القبر، نزل وخشى يديه وجبد داك الذهب، ورجع غطى القبر كيف ما كان ورجع لدارو. ولكن مع دخل مع لقى مراتو كتسناه، سولاتو فين كنتي في هذا الوقت؟ قال ليها راني عيان حتى للصباح ونشرح لك كلشي. المهم خونا رجع الناس، حيت فعلا راه كان دايخ، راه الليله كامله وهو فايق. المهم خونا مع فاق مع لقى مراتو واقفه عند راسو كتسناه، بغا تعرف فين مشى في داك الليل. قال ليها سمعيني مزيان، راني لقيت الحل اللي غيخلينا نحسنوا الوضعيه الماديه ديالنا، الوضعيه ديالنا وديال ولادنا، ونتهناو من هذا الفقر. قضيه سهله ماهله. البارح في داك الكنازه العائله ديال ديك السيده اللي دفناها دفنوا معاها شي ذهب، ما نعرفش غيديروا الموتى بالذهب. المهم انا راه في الليل مشيت حليت داك القبر وخديت داكشي، اللهم فينا حنا اللي محتاجين. المهم السيده ما عجبهاش الحال، قالت لي واش من نيتك، واش ما كتحشمش؟ ولكن السيد كان داخل عليها، قال ليها نحشم وحشومه هما اللي بغاو يضيعوا هذا الرزق. المهم واحد بقى عليها بالهضره حتى صافي قنعها، بالخصوص كانوا فعلا محتاجين الفلوس، وقال ليها بلي بهاد الطريقه راه غينقذوا راسهم من الفقر. السيده صافي اقتنعات، ومعاد من داك النهار غتبدا القصه ديالو مع نبيش القبور. فين ما كتجي شي جنازه جديده كيدفن معاهم الميت بالنهار، كيرجع يحفر عليه بالليل وكيسرق داكشي اللي تدفن معاه. المهم معاد ولف على هاد العاده حتى غيجي واحد النهار اللي غيخلص فيه القديم والجديد. المهم كيف العاده جاو شي ناس وعلموا بلي جاي واحد الكنازه، معاد ناض وحفر القبر. المهم الامور كانت عاديه، غير هو هاد المره شاف واحد البلان اللي جاه غريب. هو الناس اللي جايين مع داك الميت ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، ولكن الشكل ديالهم غريب. معاد جاهل هادشي اللي حس به وبدا الخدمه ديالو، ولكن فاش قرب للميت حس بواحد الشعور اللي في شكل شدته واحد التبوريجه، وعاد حاس بلي شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن كمل الخدمه ديالو. واللي خاص تعرفوه هو الاجانب كيدفنوا الموتى في قبوره على شكل بيوت صغار. المهم معاد في الساله وخرج باش يتخلص، ما لقى حتى حد فيهم، داك الناس اختفاو. ولكن معاد ما فكرش في هادشي بزاف، قال راهم مشاو بالزربه غير باش ما يخلصونيش. المهم خونا رجع لظهرو ومع دخل مع لقى مراتو كتسناه، قالت له امندرا شحال عطاوك داك الناس؟ قال ليها راه ما شديت من عندهم حتى ريال، راني فاش ساليت الخدمه وخرجت باش نتخلص ما لقيت حتى حد، ولكن ما تخافيش الميت هو اللي غيخلصني وغيخلصني مزيان. فاش طاح الظلام ناض معاد كيف العاده وجد الماتريال ومشى قصد القبر. المهم حفر عليه، فتح القبر وهو يلقى العينين ديال الميت مفتوحين، ولكن قال غير نساو مسدولاش عينيه وصافي. بدا كيقلب في القبر ولكن ما لقى حتى حاجه. ويلي واش ضربنا التماره كامله في الخاوي. المهم رجع كيقلب مزيان وهي تبان ليه واحد السنه ذهبيه في الفم ديال الميت. معاد قلع داك السنه، ولكن في داك اللحظه شاف العينين ديال الميت تحركوا جهته بحال راه كيشوف فيه. معاد كان قريب يسكت ليه القلب،
خرج من تما كيجري، وقف حتى دخل للدار. دخل مخلوع عند مراتو وفاش سولاتو قال ليها الميت راه حي، الميت راه حي. من هاد النهار الحياة ديال معاذ والعائلة ديالو غتقلب 180 درجة. داك اللقطة اللي شاف ديال العينين ديال الميت كيشوفوا فيه ما بغاتش تنساه. المهم معاذ مشى لبلاصتو وحاول ينعس شوية، ولكن ما حط راسو على المخدة مع تفكر بلي راه قريب يطلع النهار والقبر مازال مفتوح، خاص ضروري يمشي يسدو والا راه غيدوز شي حد وغيشوفو وغيجبد على راسو النحل. المهم معاذ كان متردد وخايف، ولكن جمع راسو ومشى. بدا كيقرب شويه بشويه، قلبو كان كيضرب بالشهد، ولكن المفاجاه هو انه لقى القبر مسدود. معاذ ما تيقش، قال وايلي واش زعما كنت غير كنتخيل. جبد داك السنه من الجيب باش يتاكد، وفعلا لقاها كاينه، يعني داكشي وقع بصح. ولكن كيفاش حتى تسد هاد القبر؟ شكون سدو؟ واخا هادشي كامل طرا، ولكن حاول يقنع راسو بلي داكشي عادي، واخا عارف من الداخل ديالو بلي ما كانش عليه يقرب لداك القبر. المهم خونا رجع لدارو ودوز نهار عادي مع عائلته حتى وصل الليل، وجلسوا يتعشاو. كيتعشاو في امان الله حتى غيسمعوا الدقان في الباب. فاش معاذ فتح الباب ما لقى حتى حد، خرج على برا كيشوف، ولكن ما بان ليه حتى حد. رجع دخل وهنا مراتو غتسولو شكون هذا اللي جاي يدق علينا في هذا الوقت. جاوبها قال ليها راه ما كاين حتى حد. المهم رجع لبلاصتو باش يكمل على عشاه، ولكن عاوتاني غيبدا الدقان، غينوض يشوف شكون، ولكن عاوتاني ما غيلقى حتى حد. بقى هادشي كيتعاود حتى لواحد اللقطه. معاذ فاش حل الباب لقى واحد لقط كحل، وراكم عارفين لقط الكحل راه ماشي شي حاجه مزيانه تلقاها قدام باب دارك. المهم مشات فاطمه وجابت شي ماكله وحطاتها لداك القط، ولكن داك القط ما تسوقش الماكله، بقى مركز غير على معاذ. فاطمه تخلعات وبدات كتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى مشى داك القط وغبر بين القبور. فاطمه حست باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، حست بحال داك القط غير تحذير بسبب الاعمال الخبيثه ديال راجلها. المهم داك الليله دازت عاديه، والنهار اللي من بعد جات واحد الكناسه. ناض معاذ حفر القبر ودفن الميت مع الناس، كان كلشي عادي. ولكن واحد اللحظه معاذ شاف واحد السيد واقف وسط الناس اللي جاو يدفنوا داك الميت، كان كيشوف فيه وكيبتسم. معاذ شي هاد السيد بحال كيعرفو، الوجه ديالو مألوف، بقى كيشوف فيه مزيان حتى غيعقل عليه. هاد السيد هو داك السيد مول السنه الذهبيه. معاذ بقى كيشوف داك السيد وهو مرعوب لدرجه حتى الناس انتبهوا ليه، كيشوفوا السيد مخلوع حتى من وجهه ولا صفر. السيد تخربق لدرجه ما خداش حتى الخلاص، الناس ما دير ليه الفلوس وهو ماشي في هذا العالم. حتى لواحد اللحظه عاد فاق من داك الحاله، خدا الفلوس بالزربه ومشى في حاله، كان باغي غير يتفك. والاول مره ما غيقدرش يمشي باش داك القبر، هذه اول مره غيدخل عليه الصح، وغيحس باللي اخيرا غادي يتخلص على فعيله الشيطانيه. المهم من ورا هادشي ما وقعت معاه حتى شي حاجه اللي غريبه. المهم الدعوه هنات حتى جا واحد النهار فاطمه كان خصها تمشي تجيب شي سخره للدار. المهم كانت كتمشى في السوق وكان شويه ديال الزحام، ما حسيتش براسها حتى تصطحات مع واحد السيده كبيره في السن. ديك السيده طاحت في الارض. المهم مشات بالزربه باش تعاونها توقف وطلبات منها السماح، ولكن قبل ما تكمل الهضره ديالها قربت من هذيك السيده وقالت ليها في ودنيها قولي لراجلك باللي الميت عنده الحرمه ديالو. فاطمه تخلعات، بقات كتشوف ديك السيده حتى غبرات وسط الناس. فاطمه مشات نيشان للدار، ومع وصلات ما بدات كتغوت على معاذ. راه هضرت معاك باش تحبس داكشي ولكن انت ما كتسمعش، واش باغي تخرج علينا؟ المهم حتى غوتت عليه مزيان. عاد عاودت ليه على داك السيد اللي تلاقات معاه، قالت له راه وصاتني نقول لك بلي الميت عنده الحرمه ديالو. قالت له المهم دبر راسك، داك السيده راه عارفك شنو كدير. معاذ قال ليها ولكن عمر شي واحد شافني وانا كنبش القبور، كيفاش هاد السيده ساقت الخبار؟ المهم فاطمه بدات كتحاول معاه لعل وعسى يتوب، ولكن هو كان راسو قاصح. بدا كيغوت عليها وكيقول ليها انت قابلي غير كوزينتك ما شغلكش في هادشي. السيده مسكينه صافي سكتات ودخلت لبيتها وهي مشوشه بسبب داكشي اللي طرا. وفعلا معاذ من داك النهار دار عقله، واش حيت فعلا رجع للطريق او لانه خاف يتفضح. المهم ما علينا، فعلا معاذ ما بقاش كيقرب للقبور، وحياته هو وعائلته بدات كتستقر، كيدير الخدمه ديالو وكيشد داك الامانه. ولكن داكشي كان قليل بزاف بالمقارنه مع داكشي اللي كان كيدخل قبل، وحيت الطمع طاعون وعاد غير رجع للحرفه ديالو القديمه. المهم هاد المره جات واحد الكناسه جديده وعاد دار خدمته عادي بالنهار، ولكن بالليل عاوتاني غيمشي يقصد القبر. بدا كيحفر حتى وصل للقبر، ولكن شويه بدا كيسمع الصوت ديال مراتو كتعيط عليه. خلى داكشي اللي كان في يديه ومشى كيجري للدار. قدو مطفي ولقى حتى مراتو مازال ناعسه في بلاصتها، اكيد غير كان تخيل. رجع عاوتاني لذاك القبر باش يسدو. شويه وهو يسمع عاوتاني الصوت ديال مراتو كتعيط عليه. غيدور وجهه بشويه وغيشوف واحد السيده واقفه في الظلام، غيقول ليها شنو كديري هنا؟ غتقرب منو ديك السيده شويه بشويه وهو ما قدرش يتحرك، غتوقف حداه وغتقول له بواحد الصوت مرعب عطيني الامانه ديالي اللي خديتي.
هنا معاد ما غيوقف حتى غيدخل لدارو، شدها بجريه وحده. مراتو جات لعندو وهي مخلوعه، قالت له مالك وجهك صفر شنو وقع معاك؟ ولكن هو ما قدر يخرج حتى كلمه، مشى نيشان لبيتو باش ينعس. ولكن داك الليله ما قدر يغمض حتى شي دقيقه، الليل كامل هو كيفكر في داكشي اللي طرا معاه. المهم نهار اللي من بعد داز عادي، ولكن في الليل سمع الصوت ديال شي حد كيعيط عليه. خرج من الدار كيقلب على المصدر ديال داك الصوت، بقى كيتمعن في داك الصوت حتى اكتشف بلي راه الصوت ديال ولدو. بدا كيقلب عليه وسط المقبره حتى غيعرف منين جاي داك الصوت، كان جاي من واحد القبر. المهم خونا بدا كيحفر بالسربه، كيحفر ولكن داك القبر كان خاوي. هنا بدا كيسمع بحال شي حد كيضحك عليه، ومعاه غيدور مع غيشوف داك السيد مول السنه الذهبيه. وهنا غضربوا الفيقه، يعني هادشي كامل كان غير حلمه. ولكن ما غيفيقش عادي، حيت اللي غيفيقو هو الغوات ديال مراتو كتبكي وكتغوت بواحد الطريقه هستيريه. غيمشي كيجري لعندها، غيلقاها على برا شاده ولدها وكتبكي. غيقرب منهم بشويه وغيكتشف بلي داك الولد ميت. في الصباح غيدفن ولدو بيديه، وهو عارف بلي ولدو مات بسبب داكشي اللي دار. المهم سول مراتو، قال ليه كيفاش حتى مات؟ قالت ليه راه الغوات ديالو فيقني من الناس، وفاش نط لقيت وسط المقبره ومول الامانه دا امانته. المهم دفنوا داك الولد وداروا ليه العزه. ولكن في هاد العزه فاطمه عاوتاني غتشوف داك السيده اللي كبيره في السن، داك السيده اللي تلاقات معاها في السوق. غتجي لعندها وغتقول ليها ما قلتيش لراجلك داكشي علاش وصيتك ياك؟ مرت معاد غوتات عليها، سيري بعدي مني، واش ما كتشوفيش حالتي؟ مسالياش لهاد التخربيق ديالك دابا. ولكن داك السيده ما تسوقاتش، بقات كتشوف بنتها وقالت ليها ماشي حرام هاد البنت الزوينه تموت في هاد السن. هنا فاطمه انفجرات عليها، قالت ليها والله توقع شي حاجه لبنتي، والله حتى نحيك. داك المراه خرجت من الدار وخلات ربيعه مدمره، ولدها يلاه مات ودابا بنتها في خطر. وهاد الشيء كامل بسبب الطمع ديال راجلها. المهم خلات الناس حتى مشاو في حالهم، وغدور عند معاد وغتواجهو. قالت له واش انت هو السبب في الموت ديال ولدي؟ معاد تصدم من هاد السؤال، ما قدر يقول حتى شي هضره. بدات كتغوت عليه، كلشي بسبب الفعيل ديالك. معاد قال لي انا ما درت والو، هادشي مكتب من عند الله. المهم داك النهار داز عادي، ولكن في الليل معاد غيحلم بولدو كيغوت فحال شي حد كيعذبو. معاد ولا كيحلم نفس الحلمه كل نهار، حتى لواحد النهار ما بقاش قادر يصبر، خلى حتى طاح الظلام، مشى كيحفر في القبر ديال ولدو. كان باغي يشوف واش بصح كيعذبوه فيه. ولكن هاد المره فاطمه كانت حاضيه، خلاتو حتى حل القبر وهي توقف عليه. صافي خرجتي ليها، صافي حتى القبر ديال ولدك ما خليتهاش في التيقار. صافي السيده حقدات عليه، وغير طلع النهار خدات بنتها ومشات عند والديها. ومعاد بقى بوحدو تماك في داك المقبره حتى لواحد النهار اللي غتجي فيه واحد الكنازه. ولكن فاش قلبوا على معاد ما لقاوهش، السيد اختفى وما بقى شافو حتى حد. في الراي ديالكم شنو غيكون وقع مع معاد؟ المشكله هو ان داك الدار ديال المقبره من بعد معاد ما قدر يسكن فيها حتى حد، واي واحد كيدخل ليها كيبدا يسمع شي اصوات اللي مرعبه، كيبدا يسمع الصوت ديال شي حد كيضحك. المهم الاخوان القصه ديالنا سالات، كنتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك وتبارطاجيو الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو اللي جاي.